هنا محمد شوقي بيدي تعليمات للعيبه، انتوا ما بتطلعوش قدام ليه؟ خايفين ليه وبترجعوا لورا؟ ما بتلعبوش كوروكوا ليه؟ هنا كولر بيقول ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. انتوا متخيلين من الدكتوريه اللي فيها كولر؟ كولر ديكتاتوري. يعني ده وقت اللعيبه محتاجه واحد يكلمهم باللغه بتاعتهم، واحد يحمسهم، واحد يشجعهم. انت يعني ايه هتخسر ايه لما تسيب محمد شوقي يتكلم مع اللعيبه ويدوهم تعليمات ويوافقوا اللعيبه؟ هو انت لازم اللي تدي التعليمات؟ انت خلاص يعني خلاص يعني انت يا كولر ونزلت محدش غيرك يدي التعليمات؟ الفيديو بقى اللي قصادكم التاني ده كريستيانو واقف مع مدرب البرتغال وهو اللي بيدي التعليمات، لان كان في لحظات مهمه من الماتش، والماتش في اي وقت ممكن يروح من البرتغال، دي في كاس الاوروبيه، ومدرب البرتغال واقف عادي وسايب كريستيانو يحمس اللعيبه، لان في الوقت ده اللعيبه بتكون محتاجه حماس، محتاجه توعيه، فما فيش حد هيقدر يوصل المعلومه للعيب الا الشخص اللي قريب منهم. فمحمد شوقي المفروض كولر كان يسيبه يدي التعليمات كامله للاعيبه، يفوق اللعيبه. مستوى الاهلي هو شايفه انه نازل، مستوى الاهلي تحت الصفر. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ومحدش يقول اصل عمل، وما هو عمل، بس بقى كولر بقاله سنه ونص ومستواه زفت.